يا مساء السعادة عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. تعالوا بقى هنعمل حبة مخلل هناكلهم في ساعتها، يعني ساعة ما هنعمل مخلل على طول هيتاكل في نفس اليوم، مفيش 5 دقايق وهناكل من كله. انا خللت معاكم الخيار السريع قبل كده وعملته معاكم وعرفتكم طريقته. المرة دي برضو انا هعمل خيار وهعمل ليمون. الليمون طبعا ده مش مجدوس الليمون بقى اللي بيعملوه في البلاد التانية، لا، ده مختلف خالص عنه برضو شوية. ده احنا بنخليه ما يتضربش لدرجة انه يبقى زي العصير كده، لا لا، هنخليه حلو وجميل وفي حتة ليمون هتقابلك جميل جدا، ولا هننضف ولا هنقف نشيل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، ولا هنقف ننقي البذر من قلبه ولا اي حاجة خالص. ده يعني اسرع ليمون في الدنيا بيتعمل، بس طلع جميل جدا بصراحة، اختراع هايل والله العظيم في منتهى الجمال للي بيحب مخلل الليمون فعلا. تعالوا نسمي بسم الله بقى، نصلي على رسولنا الكريم ونقول يا بركة الله. أنا معايا كيلو من الليمون، بس يا ريت يكون ليمون أصفر، بلاش الأخضر، الأخضر هيغيب معاكي جدا ومش هينفع في الليمون السريع دوت. الليمون الأصفر هيستوي معاكي بسرعة. أنا كنت بغلي مية في حلة أهوت، اتغلت ونزلت فيها الليمون. هسيب الليمون وألاحظه وهو محطوط على النار حوالي، يعني خد مني تلت ساعة بالظبط. بصيت لقيته اتفتح من بعضه كده وبدأ يخرج قلبه كده بره زي ما انتوا شايفين كده في الصورة. هو خلاص هو كده حلو قوي جميل، مش عايزاه اكتر من كده. انا عايزاه بمراره بحاجته كلها زي ما هو. احلى حاجة في الليمون، حتى الليمون العصير اللي بنعمله بالنعناع وبكله، لما بنحطه بقشره ومرارته بتيجي كده واحنا بنشربه جميل ومفيد جدا. اوعوا ترموا مية الليمون ديت، يعني مفيدة جدا في حاجات كتير هقول لكم عليها. انا معايا بقى هنا في الكبة قرنين فلفل حامين، اخضر بقى احمر اللي عندك، وعندي فلفلايه حمرا كبيره، ما هياش حاميه ولا حاجه، يعني كفايه القرنين دول بس، لان انا مش عايزاه حامي قوي عشان الكل يقدر ياكله. هضربهم عادي جدا زي ما بضرب اي فلفل لغايه ما ينعموا، بس هبتدي انزل عليهم بالليمون بتاعي زي ما هو كده. انا ولا هفتحه ولا هقطعه ولا هعمل اي حاجه فيه، زي ما هو كده هتشوفوه دلوقتي معايا، وإضافاته سهلة وبسيطة ويسيرة وحاجة كده مفيش والله أسهل من كده ولا أسرع من كده، وطعمه في منتهى الجمال هيعجبكم جدا جدا جدا. الله عليه بقى وهو كده جنب طبق بامية كده، يا سلام للي بيحب البامية بقى، وجنبها مخلل بقى بتنجان مخلل ليمون، بس بصراحة أنا بحب مخلل الليمون جدا جدا على أي صورة باكله. بس ما طلعش اسهل من كده والله، يعني انا عمري ما شفت مخلي ليمون اسهل من كده بصراحة، يتاكل في ساعتها كده. جميل جدا، فكرة عبقرية والله وحلوة جدا. انا بضربه ضرب متقطع، مش بضرب على طول عشان يتهرى مني، لا انا مش عايزة كده. بص هو مجرد ما فتح من بعضه بس وقفت وبدأت اضيف بقى الاضافات بتاعته. هحط له معلقتين ملح كبار، وهحط معلقتين سكر. سكر بقى ليه؟ كمادة حافظة أولا، ثانيا هتضاهي المرارة اللي في الليمون، لأن أنا لا قطعت الحتة اللي فوق ولا اللي تحت ولا شلت البذر ولا أي حاجة خالص. هتخلي المرارة معقولة خفيفة، تخلي الواحد يقدر يستسيغها ويقدر ياكل الليمون وهو مبسوط. معايا جزراية مبشورة كمان أحطها، وهجيب العصفر بتاعي زي ما أكون بخلي الليمون صحيح بالظبط. هحط معلقتين عصفر كبار اهوت، ومعلقة حبة البركة، معلقة واحدة معلقتين اللي تحبيه، كل واحد حسب ذوقه، حسب الإمكانيات اللي عنده عشان ما نكلفش حاجة من بره. وبحط حوالي ربع كوباية زيت، برضو الزيت هيحفظهولي، لأن طبعا أنا مش هخلص ده في يومها، يعني الاستحالة إن أملى علبة كبيرة زي دي وهقعد أكلها هنقعد ناكلها في يومها، لا استحالة. ادي ربع كوبايه زيت كده بالنظر، يعني اللي عايز يعاير بالكوبايه عاير، بس كده. وهبتدي بقى ايه، احط له معلقه توم صغير، يعني مش كبيره قوي، هي للريحه بس. وهبتدي اضرب بقى
مش هخليه ضرب على طول على طول على طول ورا بعضه عشان يتهرى جامد، لا انا عايزه حتة ليمون تقابلني وانا باكله، الاقي حتة الليمون تقابلني كده في ايديا يعني بحب امصها بصراحة. هو جميل، الليمون مفيد جدا جدا جدا، ومية الليمون ديت اللي طلعت منه اوعوا ترموها، جميلة لغسيل الشعر، جميلة تحطيها في صابون المواعين، جميلة لحاجات كتير جدا. بصوا بقى منظره بعد ما طلع بقى، الله عليه وعلى جماله وعلى الريحة بقى اللي طالعة منه، ريحة خرافية، والله ريحته جميلة جدا جدا جدا. يا سلام لو جنبه بقى طعمية كده، الواحد بياكل طعمية كده وبطاطس محمرة ويغمس معاها الليمون ده، تبقى تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم طريقة الليمون السريع، وخللت جنبه كمان شفشق خيار محترم كده عشان ننوع، اللي عايز خيار ياخد واللي عايز ليمون ياخد، يبقى عندهم جميع أنواع المخللات أهي السريعة، يعني إكسبريس بصراحة الليمون دوت. وأدي الخيار اللي أنا عملته معاكم قبل كده، مفيش أسهل من كده ولا أحلى من كده والله العظيم. بشكركم جميعا حبايبي على كل اللي بيدخل لي ويكتب لي كومنت جميل، بشكره من كل قلبي، وبقول لكم ربنا يوفقكم جميعا، قنواتكم كلها تكبر وتبقى قنوات كبيرة جدا مليونية بإذن الله، ويوفقكم يا رب جميعا، ويوفق كل من يجتهد، لكل مجتهد نصيب. يا رب يكون عجبكم الليمون دوت وتجربوه، قولوا لي رأيكم فيه ايه بعد ما تجربوه، هيعجبكم جدا إن شاء الله. وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديو آخر، وأترككم في رعاية الله وفي حفظه وفي أمانه، وأقول لكم إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة حبايب قلبي.